السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم فقاص ناجح واقتصادي ومقرمش ومذاق ديالو روعه. البنات جربوه ثقوا بيا، غادي يعجبكم. يعني اللي ذاقوا عندكم غيطلب منكم المقادير، كونوا اكيدين. واللوز محمر بواحد الطريقه اللي هي زوينه، واكثر من ذلك غنعطيكم سر خطير باش يجي محمر اكثر من هذا القياس. مهم نتوما معايا في الفيديو تعرفوا جميع الاسرار باش نجي معكم فقاص وسهل. البنات ماشي زعما كيطلب شي مجهود اللي هو كبير، دغيا به فيه غادي نوجدوا الفقاص. اجيو معايا هنا على بركه الله. بالنسبه للمقادير كنحتاج 7 ديال البيضات، كنقصوا منهم صفر للتزيين، 2 كيسان ديال سنيده، 2 زيت، كاس ديال الزنجلان اللي هو منقي، اللوز تقريبا واحد كاس ونص ديال العنبه كنرقدوا ليله كامله في مزهر، كاس ديال معلقه عفوا ديال النافع اللي كتكون غير مهرمشه، انايا هنايا مطحونه عندي ماشي مشكل. ديك صفر بيضه اللي نقصنا مع معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، 2 ديال ساشي ديال الخمارات، وواحد فاني، وكيلو ديال الدقيق. ندوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير. هنا البنات بالنسبه للفقاص راه ساهل، ما يعني تبعوا معايا غير الطريقه، راه ساهل وكيجي زوين وناجح، ما كيتفرقعش معكم في الفران. يعني زوينه البنات نتوما معايا، وفي نفس الوقت غتشوفوا الطريقه. هنا بالنسبه للبيض كناخذ البيض 7 ديال البيضات كنقصوا منهم صفر، وكنضيف 2 ديال الكيسان ديال سنيده كنمعكم مزيان كما كتشوفوا معايا حتى كتذوب لي سنيده. كنضيف 2 كيسان ديال الزيت. هنا البنات خويت لكم دوك 2 كيسان حتى في الزليب باش تعرفوا العبار. شتو الزلافه ما كتكونش عامره مزيان، هذوك هما 2 كيسان. ولكن الزلافه تكون العاديه ماشي ديك الزلافه الكبيره. المهم انا درت المقادير بحسب اللي ما عندهمش، اللي ما يعرفش بهذا درت ليه بزلافه. المهم 2 كيسان سنيده، 2 زيت، ساشي ديال الفاني كنمعك مزيان، كنضيف الزنجلان. هانتوما معايا طريقه ساهله البنات. انا بعض المرات كنخلطو غير في البانيو اللي حدايا كنشقى تنخلطو فيه، اللي تنعجن فيه تنخلط فيه. هنا في الفيديو راني ندير لكم القصريه وهذا. المهم كنضيف النافع والزنجلان. النافع البنات كتكون منقي وكتهرمشوه شويه. انايا هنايا طاحنه عندي مطحون استعملته، ما كيجي زوين اللوغو ديالو، ما تيجيش باين راه مطحون اصلا في الفقاص. كنضيف اللوز صاين. البنات غتسالوا انا اللوز صاين ما غيتقطعش؟ لا بالعكس، اللوز كيتقطع سهل من العجينه. اللوز كيتقطع سهل من العجينه، يعني سهل. هنا البنات كيلو ديال الدقيق ضفتو كامل ما نقص منه والو، كيجي قد قد. وانتوما عينكم ميزانكم على حسب البيض. 2 ديال الخمارات، بيض لا كان كبير والا كان صغير تاني كتنقصي غير واحد شويه تقريبا 2 معالق. كان البيض كبير كتزيدوا دوك 2 معالق على الكيلو، كتزيدي 2 معالق فوق من كيلو. حتى دابا حنا مفاهمين. صافي البنات هنايا 2 ديال الخمارات، وكنجمع العجينه ديالي. بالنسبه للوز كنت كنهضر لكم على اللوز واخا كتضيفوه صين راه كيتقطع ساهل، ماشي العجينه كتكون شويه قاصحه على اللوز، اما اللوز كيجي رطب في تقطع. حيت علاش؟ مرقد ليله كامله في المزار، بعيت في المزار كيجي زوين. بالنسبه لواحد لاستيس باش يجيكم اللوز محمر شاد داك اللون ماغو زوين، واحد اللون محمر مزيان، كترقدوا اللوز ليله كامله في مزهر تسقطروه كتوضعوه في المجمد واحد النهار ولا يومين، ولا حتى لا كان عندكم في المجمد ماشي مشكل، وكتجبدوه من المجمد نيشان كتخدموا به في الفقاص. هذاك المجمد كيخلي كيجي اللوز محمر مزيان. وتاني هنا اي واحد الطريقه البنات باش تزيدوا تعرفوا باش كيجي ناجح فقاص. هنا دي الطريقه ديال العجينه، صافي ما كنضيفش الدقيق، يعني العجينه كتبقى تبان لك كتلصق فيك في اليد. كنحبس ما كنزيدش الدقيق. انا كيلو ضفته، كنوضع شويه ديال الزيت البنات في القصريه، وتنبدا نجمع العجينه. ملي كتجمعي العجينه ديال الفقاص بالزيت كتجمع. اما الا بقيتي تضيفي الدقيق كتنشف، والفقاص ما كيجيش زوين وكيتفرقع معاكم تيجي شاحف من الداخل، ما تيجيش زوين. هانتوما شفتوا قبيله الدقيق العجينه عفوا لاصقه لي في يدي، ولكن ملي كتضيفي ديك القطره ديال الزيت كتجمع العجينه وكتماسك كتجي مزيانه ناجحه. شفتوا كيفاش كتجي؟ صافي كدوزي على ديك الزويته كتجمع. طريقتها ناجحه البنات الطريقه، يعني ما تبقاوش تزيدوا في الزيت. شوفوا العجينه اللي ما كانش فيها الزيت كتبقى تلصق لكم في يديكم. غير شويه الزيت ماشي بزاف، تقريبا واحد 2 معالق. صافي كنحالبوا لها بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، وكندوزو باش نشكلوها كويرات. كنقسم العجينه على 5، وطبيعه العجينه الفقاص كنقسمها على 5 الكرات.
كندوز كما كتشوفوا معايا كنكورها بهذا الشكل وكنحطهم جنب. البنات اللي ضاق عندكم هاد الفقاس غيطلبكم من المقادير، اللي ضاق عندكم فقاس يقول لك اش دايره في هاد الفقاس يطلب منكم المقادير. كيجي ناجح زوين كيحمر لك وجهك بدون كسور، ما كتكسر فيه حتى شي حاجه. هنا كاين واحد الطريقه اخرى، كنهز الكويرات بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، تنخبطهم على سطح العمل بهذا الشكل، كنهز باش يخرج منهم الهواء، ما كيبقاش فيهم الهواء صافي. كندوز كنحرب لهم بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، شكل هو متساوي كيجي زوين. القياس ما كيجيش فقاس كبير بزاف، ما كيجيش صغير بزاف، كيجي موين صافي. بهذا الشكل كندوز كنحطو في اللاطه حتى كنكمل البودانات كاملين اللي عندي كما كتشوف. صافي كما كتشوفوا معايا. هنا كندوز القهوه سريعه الذوبان مع ديك الصفر بيضاء، كندوز كنيطالي الوجه ديال الفقاس كما شفتوا معايا، وتنزوق بالطريقه العاديه ديال الفقاس العادي البلدي. كنشد الفورشيط وكنزوق كما كتشوفوا. المهم هنا كندهن الوجه ديال الفقاس بهذا الشكل عادي، يعني ماشي شي حاجه البنات. انا كنتسمع واحد شويه صداع مع التربيه سمحوا لي، المهم ما نقدرش نتحكم فيها اكثر من القياس. هنا البنات كما كتشوفوا صافي كنزوقها بهذا الشكل. وثاني ملاحظه اخرى باش يجيكم ناجح فقاس، كناخذ بره وكنثقبو، كنبقى نثقب في الفقاس كامل بالبره باش ما يتفرقاش في الفران. كله كندوز عليه نثقبو بالبره اللي تكون معقمه بطبيعه الحال، وكنثقبو كامل باش منين يخرج الهواء باش ما يتفرقاش. صافي البنات في الفران كندخلو كيكون الفران شويه ما كيكونش سخون بزاف وما كيكونش بارد، دافي يلا كتسخنيه يدفى. كندخلو الفران العافيه تحت منه بطبيعه الحال، ما كنشعلش عليه من الفوق حتى كيطيب، كتحسوا بيه طاب. الطريقه ديالو باينه لا طاب البنات، ما تخليوش يطيب بزاف ثاني تيقصاح يولي تيتهرس ليكم. صافي كنجبدوه وكنغطيوه بواحد الزيف اللي هو مبلل، كنعصروه مزيان وكنخليه يتروبوزا بين ما نقطعوه. المهم انا غندوز معكم باش تشوفوا معايا بعد ما خرجته من الفران. هذا هو الشكل ديالو البنات، نتوما شوفوا غنحط لكم ايدي باش تعرفوا القوام ديالو كيفاش تيكون. وكيجي ناجح ما تيتفرقع حتى بودانه، ما كتفرقع، تيكون واحد الشق بسيط ولكن ماشي كيتفرقع الفقاس، ما تيتفرقعش معكم. غير تقبوه مزيان بالبرا. شفتوا كيفاش كيجي رطب، ما خاصوش يقسح، يتحمر شويه من التحت ويجي رطب. صافي كندوز كنقطع معكم بهذا الشكل، ما كيتكسر فيه حتى حاجه من غير داك التفرتيت اللي كيكون قليل شويه لتحت في الجناب. الموس طبيعة الحال تيكون ماضي رقيق ماضي، اي موس عندكم ممكن تقطعوا به. هانتوما شوفوا معايا الطريقه اللي هي ساهله، كنقطعو ميل شويه باش ما يجينيش صغير بزاف. صافي كنستفو في صفيحه الفرن، كندخلوه يتحمر في الفران من الفوق ومن التحت. العافيه ملي كنبغيو نحمروا البنات كنطلعوا شويه الفوق فاش كنشعل الفران، كنحطو من الفوق والعافيه تحت منه حتى تيسخن بعدا، حيت كيكون راه برد حتى كيسخن عاد كنهبطوا العافيه لتحت والعافيه تكون فوق منه كيتحمر. ولكن تنجلس حداه ما تنوضش حتى دغيا تيتحمر باش بقاي مره تقلبي اللي تحمرات تقلبيها. صافي هذه هي الطريقه ديالو، يعني العافيه فوق منه تتحمري على خاطره كيجي زوين. شفتوا كيفاش كيجي البنات؟ اللوز كيتقطع بسهوله. نتوما ممكن شي لوزه طاحت من الفقاس ولا تهرسات ولا ما كيجيوش فيه الكسور نهائيا. شفتوا كيفاش كيجي روعه البنات. جربوا ان شاء الله غادي يعجبكم بهذه الطريقه، طريقه سهله واقتصاديه وفي المتناول. هنا بعد ما قطعت كله قطعته، شفتوا البنات ما كاينش كسور كاين غير الجناب هذيك التفرتيتات فاش يلا كتبغي تقطعي حد الجنب تيكون شويه داخلو طيب، ما كاينش كسور نهائيا، تيجي ناجح 100%. وهذا هو الشكل النهائي ديالو بعد ما حمرتوه. هنا راه شويه كاين الضوء ديال الضوء وكاين الفلاش ديال التليفون ما عطاش حقه في التصوير، اما هو راه تيجي محمر اللون موحد. اللي ضاقوا عندي تيطلبني على المقادير، اللي ضاقوا عندي تيطلب المقادير. جربوا ان شاء الله غيجيكم ناجح 100%. نتمنى هذا الفيديو ينال الاستحسان ديالكم. مع فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.